أيوب هيثم أن صناعة محلية صناعة مغربية بدأ السلم من أول درجة، برز في المغرب، انطلق من المغرب ثم بالتحديد من أيوب الكعبي، وتحدث على أيوب بالاسم في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، وأيوب هو من أقصى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناتنا LBT. معكم أخوكم بسام ومع فيديو جديد. 1000 مليون مبروك للاعب ديالنا الكبير أيوب الكعبي وكذلك يوسف العربي. تبارك الله المغاربة في مكانه، تبارك الله الألقاب كيطيحوا كل ساعة مغربي جاب لقب جديد. خوتي خليكم مع التحليل الحصري. يلا دابا تحليل شنو قالوا على اللاعب الكبير أيوب الكعبي، بطل كأس المؤتمر الأوروبي وهداف المسابقة ب 16 هدف. خليكم مع الإعلام ونرجع من بعد إن شاء الله. في الوقت المناسب وفي التوقيت المناسب لوضع الكرة في المرمى. شوف هو بدأها أيوب، بدأ بتمرير على الأطراف ثم ذهب إلى رقعة المنطقة 18 للتمركز. الكرة لم تضع، استرجاع الكرة بعد ذلك، ثم شوف هو دائما ما بين المدافع. شوف كيف حمل الكرة بظهره، حمل الكرة بقوته البدنية أولا، بعد ذلك رمى برأسه للكرة في توقيت مناسب ليضعها في الشباك. لكن حماية الكرة مهمة جدا قبل الاستقبال، وهذا مهم جدا. هو إيطاليانو ماذا قال قبل المباراة؟ نعم. قال جلبنا السلاسل والأقفال من أجل الكعبي، لكن يبدو لي ليست بتلك المتانة السلاسل والأقفال، لأن الكعبي لا يؤتى من جانبه حتى صافرة اثنين. نعم، ولذلك فالخوف دائما من الهداف النائم. مواجهة أولمبياكوس وفيورنتينا لم يقدم فيها شيء يذكر من ناحية كرة القدم. ناتج عن ماذا؟ لاعبين، عبد العزيز، فكر مدربيه، خوف أكثر من اللازم، حسابات معقدة كانت أكثر من اللازم من قبل المدربين. واضح بأن كان هناك حذر من كلا المدربين، ولكن مع مرور الوقت يجب أن يذهب هذا الحذر وتكون هناك أريحية نوعا ما من قبل اللاعبين ومن قبل المدرب أيضا، ولكن توجهات المدرب تتضح في تغييراته. اوكي، دخل نزوله بدلا من بيلوتي، تغيير جيد اراه. نزوله كان انشط نوعا ما، ولكن تدخل دانكن وتدخل باراك كلاعبين وسط يعني لديهم صفات دفاعيه نوعا ما بشكل اكبر، بدلا من ان تذهب الى الهجوم وتحاول ان تنهيها في الشوط الاصلي. ارى بان هذان التغييران بحد ذاتهم يبين بان المدرب كان حذر، انه لا يريد استقبال هدف، وكان هذا هو الهدف الاول، لا ان يسجل لكن لا ان يستقبل. فكانت هذه الحسابات موجوده لدى المدربين، وهذه حسابات يعني جعلت اولمبياكوس يتفوق لانه يتواجد ايوب الكعبي لاعب يعني يستطيع ان يسجل في اي لحظه، ليس بسبب ان الفريق اولمبياكوس استطاع ان يفرض اسلوبه ويلعب على نمط معين، لان المباراه كانت سيئه. هو إيطاليانو كان خايف بالتحديد من أيوب الكعبي، وتحدث على أيوب بالاسم في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، وأيوب هو من أقصى. يعني لاعب يسجل 33 هدف بكل تأكيد ستضع الأنظار عليه. ودفاع فيورنتينا كان جيد للغاية حتى وقت تسجيل هدف. نتحدث عن أيوب ما يميز أيوب هيثم أن صناعة محلية صناعة مغربية، بدأ السلم من أول درجة، برز في المغرب، انطلق من المغرب ثم كان أولمبياكوس هو اللي عنده دوافع أكتر، هو الأكثر وصولا للمرمى، وكان في ثقة في أن أيوب الكعبي يستطيع التسجيل في أي لحظة من لحظات المباراة، وهو ما قد كان حتى وإن كان في الشوط الرابع أو الشوط الإضافي الثاني. سعيد لأيوب الكعبي، وسعيد أيضا للكرة اليونانية عشان تدخل على طريق البطولات وطريق الإنجازات، وممكن تكون فيها الخير بالنسبة للكرة في اليونان. وأيضا جماهير إيطاليا حتى هي أظن بأن حزينة لأن خسرت ثاني. طيب، ومبروك لك مرة ثانية، ومبروك لنا تتويج أيوب الكعبي وهذا المستوى. مندليبار أقيل من العديد من الأندية، صحيح. إيبار، ليفانتي، علافيس، عرف النجاح في إشبيلية. وعندما أنت كمدرب تقال من عدة فرق تصبح عندك دائما تخوف، تأتي إلى فريق دائما وأنت تريد أول شيء أنك تحصن الدفاع وتلعب بالمرتدات، أنك لا تخسر مباريات لأن أنت مهدد بالإقالة. صح. بينما المدربين الشباب اللي كغوارديولا، لويس إنريكي، أرتيتا، تشابي ألونزو بيفوزوا بمباريات، لذلك فيلعبوا بأريحية، لذلك فهم ينهجون يشتغلون بأريحية وعندهم الوقت لكي يبرزوا كل ما
كل افكارهم في رقعه الملعب، الاستحواذ، التحول، التحول السريع من الدفاع الى الهجوم، التقدم، الابتكار. لكن منديليبار ما عندوش الوقت، اتى لاولمبياكوس ولازم انه يفوز بالمباريات، والطريقه الوحيده هو انه يلعب بالمرتدات، ولذلك فنجح وعرف نجاح كبير في تواجد ايوب الكعبي. ايوب الكعبي اللي عرف، كنت قلت بانه لم يعرف النجاح في السد، لكن كلنا تابع عبد العزيز السفاتي ايضا تابع ظهور ومباريات ايوب الكعبي مع السد. اين لعب ايوب الكعبي في السد؟ لعب في بعض الاوقات كظهير ايمن، لعب في بعض الاوقات كظهير بطريقه 3-4-3، لعب على الطرف كجناح كظهير وهمي، والهيدوس كظهير يسار وهمي، لم يلعب تقريبا في مكانه. لذلك فاظن بانه لم يكن في وضعيه سليمه هنا. صحيح انه اشتغل اكثر في اولمبياكوس، لكن المدرب اللي كان موجود هنا في السد كان هو المدرب المساعد لغوارديولا، كانت عنده كافكار اوروبيه، لكن من الصعب انك تلعب افكار اوروبيه هنا في قطر. لازم انك تلعب بمقومات اللاعبين وامكانيات اللاعبين، والسبب لعدم نجاح ايوب اظن بان كانت هناك منافسه شرسه ايضا مع بونجاح، وكان المدرب يرفض ان يلعب مهاجمين، كان دائما يفضل بونجاح، وكان لازم انه يجد مكان لايوب الكعبي. المهم بالنسبه للاعب هو ان يعود يكتشف نفسه، يكسب ثقته في نفسه، ويكون خيار للمنتخب الوطني، لانه هو مهم جدا بالنسبه للمنتخب المغربي. عزيز، ثقة المدرب مهمه جدا، لذلك مع منديليبار كانت هناك ثقه كبيره، اشتغل كثير، وكانت ايضا نجاح كبير بالنسبه لايوب الكعبي. طيب شكرا عزيز. لازم دورتموند، ريال مدريد، مين الأقرب؟